فيلمنا النهارده بيبدأ في أعالي جبال الهيمالايا، وهناك بنشوف قرية صغيرة واللي بيكون عايش فيها كائنات جليدية عملاقة اسمها اليتي، وبنعرف إن سكان القرية دي عايشين مع بعض في حب وسلام، وبيكون كل واحد فيهم ليه دوره في الحفاظ على السلام ده. وبعدها بنشوف واحد من كائنات اليتي اسمه ميجو، واللي بيبدأ يحكي لنا عن حكيم القرية القائد بتاعهم اللي هم بيسمعوا كلامه، واللي بنعرف إنه حارس لمجموعة من الأحجار السحرية. وبنعرف كمان إن الأحجار دي مرسوم عليها تاريخهم وحضارتهم، واللي بتكون هي السبب اللي مخلياهم عايشين لحد دلوقتي. وبيكمل ميجو كلامه وبيحكي لنا كمان عن والده اللي اسمه دورجل، واللي بيكون دوره إنه يرن الجرس العملاق كل يوم علشان يصحي كل سكان القرية، وده لأنهم بيكونوا مقتنعين إن رن الجرس ده هو اللي بيخلي الشمس تطلع كل يوم. وبعدها بنشوف ميجو وهو مبسوط جدا، وده لأنه عايش معاهم. وبنعرف إن ميجو بيتمنى إن سكان قريته يحسوا إنه كبر وإن بقى ليه دور مهم زي بقية سكان القرية. وفي يوم من الأيام بيقول حارس الأحجار لميجو إنه هيكون هو المسؤول عن رن الجرس مكان والده دورجل، فبيتحمس ميجو جدا وبيروح لوالده اللي بيقول له إن مهنتهم دي صعبة جدا، وإن عيلتهم فضلوا يورثوها لبعض لحد ما وصلت لهم، وإن هو لازم يتدرب عليها كويس علشان يعرف يأدي دوره بنجاح. وفعلا بيروح ميجو مع والده علشان يدربه، وبيكون التدريب ده عبارة عن إن ميجو بيتربط في الحبل، واللي بيشد والده وبيسيبه علشان ينطلق بميجو بسرعة في اتجاه الجرس. وفعلا بيفضلوا هما الاتنين يحاولوا أكتر من مرة، ولكن للأسف كل محاولاتهم بتفشل. وفي الوقت ده بيروح دورجل لابنه ميجو بيقول له إن هو فضل وقت طويل جدا يتدرب على المهمة دي، وإن لو ما قدرش يوصل للجرس في البداية دي حاجة طبيعية وما تخليهوش يحزن أو يحبط. وأثناء ما هما بيحاولوا بيقدر ميجو أخيرا إنه ينطلق بسرعة كبيرة ناحية الجرس، ولكنه للأسف ما بيكونش مركز في الطيران، وده لأنه بيكون شاف بنت حارس الأحجار اللي اسمها ميتشي، وبيبان وقتها إن ميجو معجب بيها جدا. وساعتها ميجو ما بياخدش باله إنه طاير أعلى من المستوى المطلوب، وبيفضل ميجو طاير لحد ما بيعدي من فوق الجرس وبيقع الناحية التانية من الجبل. وهناك بيتفاجئ ميجو إن الشمس طلعت هناك، وإن في طيارة بتقرب منه بسبب إنها عاملة حادثة، وفعلا بتقع الطيارة على الجبل، ولكن ميجو ما بيكونش عارف إيه هو الشيء ده، وبيفضل ميجو واقف يتفرج عليها لحد ما بينزل الطيارة على الجبل بالباراشوت بتاعه. فبيقرب ميجو منه وبيكون مستغرب جدا من شكله وكمان من رجله الصغيرة، وده لأنه بيكون أول مرة يشوف بشر. وبيستغرب أكتر لأن الأحجار بتقول إن مفيش أي كائنات تانية عايشة غيرهم على كوكب الأرض. ومن الناحية التانية بيخاف الطيار جدا لما بيشوف ميجو، وبيحاول إنه يهرب منه بسرعة. وساعتها بيفضل ميجو ينادي عليه وبيقول له إن هو مش هيأذيه، ولكن وقتها بيكون الطيار قدر إنه يهرب بالباراشوت بتاعه وبيبعد بعيد. فبيجري ميجو بسرعة على سكان القرية بتاعته وبيقول لهم إنه شاف كائن غريب رجله صغيرة، وبيظهر وقتها إن كل سكان القرية مش مصدقينه. فبيطلب ميجو منهم إن هم ييجوا معاه علشان يشوفوه ويتأكدوا بنفسهم. وفعلا بياخدهم ميجو بيروحوا على المكان اللي الطيارة وقعت فيه، ولكن للأسف بتكون الطيارة وقعت من على الجبل وما بيقدروش سكان القرية إنهم يشوفوها. ولما بيجي ميجو يروح على البيت بيلاقي كل سكان القرية بيتكلموا عن اللي هو شافه، وساعتها بيجي حارس الأحجار وبيسأل ميجو عن اللي حصل. فبيقول له ميجو إنه شاف كائن غريب رجله صغيرة، وساعتها بيقول له حارس الأحجار إن هو كذاب لأن مفيش حاجة اسمها كده، وإن الأحجار بتاعتهم بتقول إن مفيش كائنات رجلها صغيرة من الأساس. فبيرد عليه ميجو بيقول له إنه متأكد من اللي هو شافه، وساعتها بيتضايق حارس الأحجار وبيقول له إنه كده بيكذب الأحجار، وإن دي جريمة كبيرة عقوبتها النفي، وإنه لازم يعتذر للأحجار وباقي سكان القرية لأنه كذب عليهم. ولكن وقتها بيقول له ميجو إنه مش هيعتذر لأنه ما بيكذبش. فبيقرر حارس الأحجار إنه ينفيه بره القرية لحد ما يثبت حقيقة كلامه. وفعلا بيمشي ميجو وهو حزين ومش عارف هيعمل إيه. وفجأة بيروحوا له 3 من كائنات اليتي، واللي بيكون اسمهم جوانجي وفليمو وكولكا، واللي بيقولوا له إن هم مصدقين اللي هو قاله وعلشان كده عاوزينه ينضم ليهم. وبيقولوا له كمان إن القائدة بتاعتهم عاوزة تشوفه. وفعلا بيروح ميجو معاهم وبيتفاجئ لما بيعرف إن القائدة بتاعتهم دي تبقى هي ميتشي بنت حارس الأحجار، واللي بترحب بيه جدا وبتقول له إن هم منظمة سرية مؤمنة إن في كائنات رجلها صغيرة. وبتطلب ميتشي المساعدة من ميجو علشان يقدروا يثبتوا لسكان القرية إن الكائنات دي موجودة فعلا. وبيفضلوا جوانجي وفلامو وكولكا يفرجوه على الحاجات اللي هم لقوها في التلج، واللي بتكون عبارة عن ملابس وأدوات للبشر. وبتكمل ميتشي كلامها وبتقول لميجو إنها من خلال البحث عرفت إن الكائنات دي عايشين تحت الجبل، وده لأنهم ما بيقدروش يعيشوا فوق السحاب والمسافات العالية دي كلها زيهم. وبتطلب ميتشي من ميجو إنه ينزل بنفسه تحت الجبل علشان يجيب واحد من البشر معاه، وإنهم بكده هيقدروا يثبتوا لسكان القرية بتاعتهم إن كلامهم كان صح. وساعتها بيظهر ميجو في الأول وهو رافض الفكرة، ولكنه بيوافق بعدها لما بيقدروا كلهم يقنعوه إنه لازم ينزل علشان يثبت براءته، وكمان علشان يلغي قرار نفيه برا القرية. ومن
ناحية تانية بنروح لمدينة البشر، وهناك بنشوف يوتيوبر اسمه بيرسي وهو واقف بيصور فيديو مع مديرة اعماله اللي اسمها بريندا، واللي بيقول لها انه عاوز يفبرك فيديو العنكبوت عملاق وهو بيهاجمه، وانه هيصور الفيديو ده وهو بيحاول يحمي نفسه منه. وبيحاول بيرسي انه يقنع بريندا بالفيديو ده علشان يجيب مشاهدات اكتر، فبترد عليه بريندا وبتقول له انها ما بتحبش النوع ده من الفيديوهات، وانها عاوزة تعمل فيديوهات عن حماية الحيوان زي ما كانوا بيعملوا قبل كده. فبيقول لها بيرسي انهم فضلوا يعملوا الفيديوهات دي كتير جدا قبل كده وما كانش في حد بيتفرج عليهم، ولكنهم لو عملوا نوع الفيديوهات دي هتعجب الناس اكتر. واثناء ما هم بيتكلموا بيجي الطيار اللي وقع بالطياره بتاعته على الجبل، واللي بيفضل يجري وبيقول انه شاف كائنات اليتي. فبيروح له بيرسي وبيهديه وبيقول له ان اليتي كائنات اسطوريه وانها ملهاش وجود من الاساس. ولكن بعد شويه بيقعد بيرسي بيفكر في كلام الطيار ده، بيقول انها فكره كويسه لفيديو جديد. وفعلا بيروح بيرسي لبريندا وبيقترح عليها انها تلبس بدله تنكريه على هيئه كائنات اليتي وتمثل انها بتهاجمه، وانهم هيصوروا فيديو ليهم وهم بيعملوا كده علشان ينزلوه على اليوتيوب. ولما بتشوف بريندا البدله التنكريه اللي بيرسي جابها بتتضايق جدا وبتقوله انها مش موافقه على الموضوع ده. ومن ناحيه تانية بنشوف جوانجي وفليم وكولكا وهم بيتفقوا مع ميجو انهم هينزلوه من فوق الجبل باستخدام الحبل، وبنشوف بعدها ميجو هو مربوط، وبيفضلوا جوانجي وفليم وكولكا ينزلوه بالحبل من فوق الجبل، ولكنهم للاسف ما بيلحقوش يكملوا خطتهم. وبيجي فجاه اخو ميتشي اللي اسمه ثورب وبيسالهم عن اللي هم بيعملوه هنا، وساعتها بيسيبوا كلهم الحبل فبيقع ميجو على الارض. وبيفضل ميجو ماشي وهو مش عارف هو رايح فين لحد ما بيوصل لبيت بيرسي. وفي الوقت ده بيخرج بيرسي من البيت وبيتصل ببريندا علشان يصالحها ويقنعها بفكره الفيديو، واللي اول ما بيخرج بيشوف ميجو وبيكون فاكر انها بريندا، وبيفرح بيرسي جدا لانها وافقت على تصوير الفيديو ولبست بدله اليتي، وبيقول لها ان شكلها بقى شبه كائنات اليتي بالظبط. وبيطلع بيرسي الموبايل علشان يصورها، ولكن وقتها بيفضل ميجو يتكلم معاه علشان يشرح له انه مش عارف هو مين وبيعمل ايه. ولكن بيظهر وقتها صوت ميجو هو بيتكلم بلهجه اليتي، وبيكون بيرسي هو كمان بيتكلم بلهجه غريبه بالنسبه لميجو، وبيكونوا هما الاتنين مش عارفين يتواصلوا ومش فاهمين بعض. واثناء ما بيرسي مندمج في تصوير الفيديو بتاعه بيتفاجئ لما بيشوف بريندا وهي راكبه الدراجه الجليديه بتاعتها وبتتحرك، وساعتها بيكتشف بيرسي ان اللي قدامه ده يبقى كائن يتي حقيقي. فبيصرخ بيرسي وبيجري بسرعه لحد ما بيمسك بندقيه التخدير وبيضرب رصاصه المخدر على ميجو، ولكن الرصاصه بتطير لفوق وبتنزل تاني على بيرسي وبتفقده الوعي. فبيفرح ميجو جدا وبيقول انه هياخده معاه فوق الجبل علشان يوريه لسكان القريه بتاعته، وبيكون ميجو فرحان جدا لانه اخيرا هيقدر يثبت براءته. واثناء الطريق بتحصل عاصفه ثلجيه قويه وبيكون ميجو مش عارف يتحرك منها، وفي الاخر بيقرر ميجو انه يدخل يستخبى في كهف لحد ما العاصفه تخلص. وبعد ما بيدخل ميجو جوه الكهف بيتفاجئ ان بيرسي اتجمد تماما ومش بيتحرك من مكانه. فبتيجي الميجو فكره وبيقرر انه يربطه في خشبه ويحطه شويه على النار علشان يدفيه، وفعلا بيعمل كده وبيفضل يقلبه على النار. ولما بيفوق بيرسي بيكون فاكر ان ميجو حطه على النار علشان يشويه، وبيفضل بيرسي يتحايل عليه انه ما ياكلوش. وبعد شويه بتقدر النار انها تقطع الحبل اللي هو مربوط بيه، وفعلا بيقدر بيرسي انه يحرر نفسه وبيجري وبيخرج التليفون بتاعه وبيصور بيه فيديو لميجو وبيبعته لبريندا، وبيطلب منها انها تنزله في كل مكان لانه ممكن ما يخرجش تاني من هنا. وبيفضل بيرسي يجري في الكهف لحد ما بيتفاجئ بدبه عملاقه واقفه قدامه، فبيستسلم بيرسي للموت لان الدبه دي اكيد هتاكله. ولكنه بعدها بيتفاجئ بميجو اللي بيجي وبيقف قدام الدبه، وبنعرف وقتها ان الدبه متضايقه لان زوجها واولادها نايمين وانها مش عاوزاهم يصحوا من صوتهم العالي. فبيعتذر لها ميجو بيقول لها انهم هيمشوا من الكهف دلوقتي. واثناء ما ميجو بيتكلم مع الدبه بيخبي بيرسي ورا رجله علشان يحميه. ولما بيجوا هما الاتنين يخرجوا من الكهف بيقع ميجو في الفخ اللي كان موجود جوه الكهف، وساعتها بيحس بيرسي بالذنب وبيقرر انه ما يتخلاش عن ميجو لانه كان بيحاول يحميه من الدبه. وفعلا بيرجع بيرسي وبيساعده وبيخلصه من الفخ ده، وكمان بيربط له رجله اللي اتصابت من الفخ. وفي الوقت ده بيحاول ميجو انه يستخدم لغه الاشاره علشان يشكر بيها بيرسي على انقاذه، وبيبدا ميجو يشاور له انه عاوزه يجي معاه فوق الجبل. وساعتها بيقرر بيرسي انه يخوض المغامره اللي كان هو بيتمناها، وبيطلع الموبايل وبيصور فيديو بيقول فيه ان الكائن ده عاوزه يطلع معاه فوق الجبل وان دي مغامره كبيره ومرعبه ولكنه هيخوضها. وفعلا بيشاور بيرسي لميجو بالموافقه وبيقول له انه هيجي معاه، وفعلا بياخده ميجو وبيطلع بيه فوق الجبل. وفي الوقت ده بنشوف والد ميجو هو بيحاول يشد لنفسه الحبل اللي هينطلق بيه علشان يرن الجرس، ولان ميجو ما بيكونش معاه بيشد درج للحبل بنفسه وبينطلق، ولكنه للاسف بيطير بعيد عن الجرس. وبيتفاجئ لما بيشوف ان الشمس طلعت قبل ما يرن الجرس، وبيحس وقتها ان كلام ابنه ميجو كان صح وان الاحجار فعلا ممكن تكون غلط. ومن ناحيه تانية بتكون ميتشي اللي بتقرر انها تنزل على الارض علشان تدور على ميجو، وده لانها بتكون حاسه بالذنب
علشان هي اقنعته انه ينزل. فبيفضلوا جوانجي وفليم وكولكا يطلبوا منها ما تعملش كده وبيحاولوا انهم يقنعوها، وفجأة بيسمعوا كلهم صوت ميجو هو جاي بعيد، وفعلا بيكون ميجو قدر انه يطلع فوق الجبل مرة تانية، ووقتها بيجروا كلهم على ميجو وبيحضنوه، وبيتفاجئوا لما بيشوفوا بيرسي وبيكونوا منبهرين جدا بيه، وبيكون بيرسي هو كمان منبهر بيهم ومش مصدق ان في كائنات يتي تانية زي ميجو. وفي الوقت ده بتقول ميتش لميجو انهم لازم يروحوا يتكلموا مع سكان القرية علشان يصدقوا ان في كائنات رجلها صغيرة موجودة على الارض. وفعلا بيروح ميجو وباقي الفريق على القرية وبيفرجوهم على بيرسي، ووقتها بيكونوا كل كائنات اليتي مصدومين ومش مصدقين ان فعلا في كائنات رجلها صغيرة، وساعتها بيفهموا ان كده الاخبار هي اللي كذابة ومش كلها حقيقية. وفي الوقت ده بيجي حارس الاحجار وهو متضايق جدا وبيقول لهم ان في حاجات كتير هم ما يعرفوهاش، ولكن كائنات اليتي ما بيهتموش بكلامه وبياخدوا بيرسي وبيفضلوا يلعبوا معاه. وبيبان وقتها ان بيرسي منبهر جدا بيهم وبيفضل يصورهم هم وكل حاجة حواليه. وبنروح بعدها لميجو وهو قاعد مع والده اللي بيكون باين عليها الحزن، ولما بيسألوا ميجو سبب حزنه بيقول له والده انه الصبح ملحقش يرن الجرس في ميعاده زي كل يوم، وان بالرغم من كده الشمس طلعت، وان ده معناه ان في احجار تانية مش حقيقة، لان الاحجار بتقول ان ضرب الجرس ده هو اللي بيخلي الشمس تطلع. واثناء ما هم بيتكلموا بيجي سورب وبينادي على ميجو وبيقول له ان والده حارس الاحجار عاوز يشوفه، فبيروح ميجو معاه لحد ما بيوصلوا لحارس الاحجار اللي بياخد ميجو بينزلوا لمكان غريب، وهناك بيستخدم حارس الاحجار الصولجان بتاعه وبيفتح بيه سرداب سري تحت الارض، وبينزلوا فيه هما الاتنين. وهناك بيتصدم ميجو لما بيشوف رسومات للكائنات اللي رجلها صغيره واللي هما البشر، وبيبدا حارس الاحجار يحكي لميجو ان اجدادهم زمان كانوا عايشين مع البشر في مكان واحد، ولكن مع الوقت بداوا البشر يصطادوهم علشان يستخدموا الفروه بتاعتهم وكمان اجزاء جسمهم في الصناعات اللي بيعملوها، وان عشان كده قرروا الاجداد انهم يطلعوا يعيشوا فوق الجبل هنا، وده لان الارتفاع بتاعه كبير جدا وان محدش من البشر هيقدر يتنفس كويس لان الاكسجين هنا قليل جدا. فبيتصدم ميجو وبيحس بالخوف وبيفتكر بيرسي اول ما شافه وانه فعلا كان عاوز يضربه بالبندقيه علشان يموته. وفي الوقت ده بياخدوا حارس الاحجار وبيدخلوا جوه كهف غريب، وهناك بيوري له مصنع الدخان بتاعهم وبيعترف له ان الغيوم اللي حوالين الجبل دي غيوم وهميه وان هو اللي عاملها علشان محدش من البشر يشوف القريه بتاعتهم ويعرف مكانهم. ووقتها بيتصدم ميجو اكتر وما بيكونش عارف هيتصرف ازاي، وساعتها بيقول له حارس الاحجار ان الاجداد صنعوا الاحجار دي علشان تكون هي القانون اللي بيحمي كائنات اليتي من خطر البشر، وعشان كده ما ينفعش حد يشكك فيها ولا يقول عليها انها مش حقيقيه. وبيطلب حارس الاحجار من ميجو انه يطلع ويقول لكل كائنات اليتي انه كان غلطان في موضوع الكائن اللي رجله صغيره ده وان هو هيتصرف في الباقي. وفي الوقت ده بيكون ميجو مش عارف هيعمل ايه ولا عارف هيقول ايه لسكان القريه، ومن ناحيه تانية بيكون بيرسي قاعد مع ميتشي وبيحاول يشرح لها برسومات تاريخ البشر وكمان بيعرفها شكل البيوت بتاعتهم اللي بتكون على شكل المثلث وان في حيوانات كتير عايشين معاهم. وفي الوقت ده بتكون ميتشي فرحانه ومنبهره جدا من اللي بيرسي بيحكيه، وبتبدا تحكي له هي كمان عن تاريخ كائنات اليتي، وبعدها بيفضلوا هما الاتنين يلعبوا مع بعض. وبعد شويه بيحس بيرسي انه مش قادر ياخد نفسه وده بيكون بسبب نقص الاكسجين. وفي الوقت ده بيروح لهم ميجو ولما بيشوف رسومات بيرسي اللي كان راسمها على الجدار بيفتكر الكلام اللي حارس الاحجار قاله له وان البشر فعلا خطر عليهم. فبيقول ميجو لميتشي انه عاوز ياخد بيرسي معاه، وفعلا بياخدوا ميجو وبيطلع يتكلم قدام كل سكان القريه وبيقول لهم انه كان غلطان وانه ضحك عليهم. وبيتدخل حارس الاحجار وبيقول لهم ان الكائن ابو رجل صغيره ده هو نوع من انواع اليتي ولكن شكله مختلف، وبيوريهم كمان حجر مرسوم عليه رسمه بيرسي وبيقول لهم ان الاحجار ذكرته قبل كده وان ده دليل ان الاحجار حقيقه ومش بتكذب. ولما بيروح واحد من كائنات اليتي وبيسال ميجو هو لقاه فين بيقول له ميجو انه لقاه في كهف قريب منهم، وبيبان وقتها على جوانجي وفليم وكولكا انهم متضايقين جدا من ميجو وده لانهم عارفين الحقيقه، ولكنهم لما بيجوا يواجهوه بيقول لهم ميجو انه كذب عليهم هم كمان وانه فعلا لقاه في كهف قريب منهم وان ده نوع تاني من انواع اليتي. وساعتها بيروح حارس الاحجار لميجو وبيشكره وبيقول له انه هياخد البشري ده ويرجعه للكهف اللي هو جابه منه. وفعلا بيروح حارس الاحجار وبياخد بيرسي وبيحبسه في صندوق كبير، فبتتضايق ميتشي وبتروح لوالدها وبتفضل تساله هيعمل فيه ايه، فبيقول لها والدها انه هيرجعه للكهف اللي هو جه منه. ومن ناحيه تانية بنشوف ميجو اللي بيرجع تاني لوالده وهو محبط وحزين جدا، واللي بيقول لوالده ان عدم المعرفه نعمه كبيره لانه كان عايش حياته عادي قبل ما يعرف الكائن البشري ده، وان كان كل طموحه ان يكون هو المسؤول عن رن الجرس، ولكنه دلوقتي بعد ما عرف الحقيقه بقى حزين جدا انه كذب على كل سكان القريه. فبيواسيه والده وبيقول له ان هو علمه يكون مسؤول عن تصرفاته وانه لازم يمشي ورا قلبه ويعمل كل اللي هو شايفه صح، وانه على الاقل ممكن يرجع الكائن
الكائن البشري ده للمكان اللي هو جابه منه. فبيتحمس ميجو جدا وبينطلق بالحبل لحد ما بيوصل لبيت حارس الأحجار، وده علشان يحرر بيرسي ويرجعه للمكان اللي هو جابه منه. ولكنه وقتها بيتفاجئ بحارس الأحجار اللي بينادي عليه وبيقول له انه مش لاقي بنته ميتشي. ولما بيروحوا هما الاتنين للمكان اللي بيرسي موجود فيه بيكتشفوا انه مش محبوس في صندوق، وبيفهموا وقتها ان ميتشي قررت تنزل من الجبل علشان توصل البشري ده لوطنه. فبيجري ميجو بسرعه وبيروح لحافه الجبل، وهناك بيلاقي جوانجي وفليم وكولكا وبيطلب منهم يساعدوه انه ينزل من الجبل علشان ينقذ ميتشي. ولكنهم بيكونوا متضايقين جدا منه وبيقولوا له انه كذب عليهم. وساعتها بيقول لهم ميجو ان العالم اللي تحت الجبل خطر جدا، وبيفهمهم انه اضطر يكذب علشان يحمي كائنات اليتي من البشر واللي ممكن يعملوه فيهم لو عرفوا مكانهم على الجبل. وبيكمل ميجو كلامه وبيقول لهم انه مش هيزعل لو هم رفضوا مساعدته، وانه مش هيقدر يتخلى عن ميتشي مهما حصل. وفعلا بيجري ميجو وبينط من فوق الجبل، وبمجرد ما بيوصل للارض بيتفاجئ بجوانجي وكولكا اللي بيكونوا نطوا هم كمان وراه، وبيقولوا له ان هم جايين معاه علشان ينقذوا ميتشي. وبنروح بعدها لميتشي اللي بتكون وصلت ببيرسي لمكان مثلث شبه رسمة البيت اللي كان هو رسمه لها، وهناك بتسيبه ميتشي علشان يفك من التلج ويعرف يتنفس. ولما بيفوق بيرسي بيعرف ان ميتشي سابته ونزلت علشان تكتشف المدينة، ووقتها بيفهم بيرسي ان في كارثة هتحصل، وبينزل بسرعة وبيجري وراها علشان يلحقها. وفي الطريق بيخبط بيرسي في بريندا، وبيتفاجئ لما بيلاقي ان كل الناس اللي ماشيين في الشارع مشغلين الفيديوهات بتاعته، وانها كمان شغالة على التلفزيونات وفي كل مكان. ولما بيروح بيرسي وبيسأل بريندا على اللي حصل بتقول له بريندا انها عملت اللي هو طلبه، وانها نشرت الفيديوهات اللي هو بعتها لها، وان الفيديوهات دي طلعت ترند والناس كلها حبتها، وانه جاله عروض كتير علشان يطلع في برامج تلفزيونية، وبتعرفه كمان انه بقى مشهور جدا. ومن ناحية تانية بتكون ميتشي بعد ما وصلت لوسط المدينة، واللي بتظهر وهي منبهرة جدا بشكل المدينة والانوار اللي حواليها في كل مكان، ولكنها بالغلط بتخبط العربيات في بعض، وده لان حجمهم صغير جدا بالنسبة لها. فبتتخض ميتشي جدا وبتخبط في مصنع العاب نارية، وساعتها بتنفجر كل الالعاب النارية اللي جواه. وفي الوقت ده بيعرف ميجو وفريقه مكان ميتشي من الصواريخ اللي ظهرت في السما دي، وبيتحركوا كلهم بسرعة ناحية المكان اللي هي موجودة فيه. وبنرجع تاني لميتشي اللي بتفضل تجري بسبب عربيات الشرطة اللي بتطاردها، وبتظهر وقتها طيارة هليكوبتر وهي بتحاول تلحقها. وفي الوقت ده بيجي جوانجي وبيشد ميتشي وبيخبيها، ووقتها بيظهر ميجو وبيقول لميتشي انهم جم هنا علشان ينقذوها، ولكن ميتشي بتفضل تزعق له وبتكون متضايقة جدا منه. فبيبدأ ميجو يفهمها كل حاجة، وبيوريها صور للبشر وهم بيصطادوا الحيوانات. وساعتها بتفهم ميتشي ان البشر فاكرينهم وحوش. وفي الوقت ده بتقطعهم كولكا وبتقول لهم ان عربيات الشرطة جاية ناحيتهم وانهم لازم يهربوا بسرعة من هنا. وفعلا بيطلعوا كلهم يجروا، وبتبدأ الشرطة تجري وراهم بالدراجات الجليدية من كل مكان. ولما بيشوف بيرسي اللي بيحصل ده بياخد دراجة جليدية هو كمان وبيجري وراهم، وبيفضل ميجو وفريقه يجروا بسرعة، ولكن الطيارة بتلحقهم وبتقرب منهم وبتكون خلاص على وشك انها تقبض عليهم. ولكن فجأة بتتخبط الطيارة بحجر وبتبعد عنهم، وساعتها بيكتشف ميجو وفريقه ان حارس الاحجار هو اللي عمل كده، واللي بيكمل وبيرمي باقي الاحجار اللي معاه على الطيارة لحد ما بيوقعها. وبيطلب حارس الاحجار من ميجو انه ياخد فريقه ويخرجوا بسرعة ويرجعوا على القرية، ولكن وقتها بيقول له ميجو انه مش هيخلي البشر يعرفوا مكان القرية بتاعتهم، وعلشان كده بيطلب منهم يهربوا هم وهو يتصرف معاهم. وبيجري ميجو بسرعة على الدراجات الجليدية علشان يشتتهم، وفعلا بيخليهم يجروا وراه هو لحد ما بيقدر انه يهرب منهم. ولكنه بعدها بيتفاجئ ان في شخص بشري قدر يلحقه، وساعتها بنكتشف ان الشخص ده يبقى هو بيرسي، واللي بينزل من الدراجة بتاعته وبيطلب من ميجو انه يسامحه على اللي هو هيعمله. وفجأة بيطلع بيرسي بندقية التخدير وبيصيب ميجو برصاصة مخدرة. وبعد شوية بنشوف ميجو تاني وهو بيجري من الشرطة اللي بتطارده. للأسف بتقدر الشرطة انها تمسكه المرة دي، ولكنهم بعدها بيتفاجئوا لما بيكتشفوا انه مش كائن يتي حقيقي، وانهم مسكوا بيرسي اللي كان لابس البدلة التنكرية بتاعت كائنات اليتي اللي كان هو مديها لبريندا علشان يصوروا الفيديو. ومن الناحية التانية بيفوق ميجو من أثر المخدر وبيقول لفريقه ان بيرسي ضربه ببندقية التخدير علشان يهربه ويروح هو يشتت الشرطة. وبنرجع تاني لبيرسي بعد ما الشرطة قبضت عليه واللي بيتهموه بتخريب المدينة، ولكن بيرسي ما بيكونش فارق معاه كل ده، وبيفضل يبص من بعيد على ميجو وفريقه بيكون فرحان لانهم بخير. وساعتها بيفضل ميجو وفريقه باصين على بيرسي وهم بيشكروه كلهم لانه السبب في انقاذهم. وفي الوقت ده بيمسح بيرسي كل الصور والفيديوهات اللي صورها الكائنات اليتي، وده علشان محدش من البشر يشوفهم ويأذيهم. وبعد فترة بنشوف ميجو وهو واقف بيتكلم مع سكان القرية بتاعته وبيحكي لهم على اللي حصل، واللي بيقول لهم انه كذب عليهم علشان يحميهم من البشر اللي كانوا بيطاردوا اجدادهم زمان، وبيعرفهم ان البشر كانوا بيقتلوهم زمان لانهم كانوا معتبرينهم وحوش وبيخافوا منهم. وبيكمل ميجو كلامه وبيقول ان الحل انهم
انهم يعيشوا وسطهم زي الاول، وان هم بكده هيعرفوا انهم مش وحوش ولا حاجه. فبيوافقوا كل سكان القريه على كلام ميجو وبيكونوا متحمسين جدا. وفعلا بيوقف حارس الاخبار مصنع الدخان وبيشيل كل الغيوم اللي حوالين الجبل، واخيرا بينزلوا كل كائنات اليتي مع ميجو من على الجبل. ولكنهم وقتها بيتفاجئوا بعدد كبير من الشرطه وهم واقفين علشان يحاربوا كائنات اليتي. ولكن فجاه بيظهر بيرسي من وسط سكان المدينه وبيروح ينضم لكائنات اليتي، وبعدها بتنضم له بريندا هي كمان، وبيقولوا لهم ان كائنات اليتي مسالمين جدا وانهم مش وحوش زي ما هم متصورين. فبيتاثروا باقي سكان المدينه وبينضموا لهم. وفي المدينه بيقدر ميجو انه يرتبط بميتشي، واخيرا بتنتهي الحرب وبيعيشوا البشر وكائنات اليتي مع بعض في حب وسلام.